مفاجأة، بصوا جبتلكم ايه. كتير جدا طلبتوا مني آلة موسيقية فعملتلكم بقى التحفة دي. بص شكلها حلو ازاي. يلا بينا نشوف الطريقة، بس ما تنسوش تعملولي لايك. هحتاج ورقة مقاسها 27 في 27، هتنيها على بعض كده بالنص. بعدين هبدأ ارسم في المساحة دي كلها نص جيتار. تبقى الرسمة بالشكل ده كده، وبعدين هقصها. هيبقى شكلها كده لما نفتحها. بعدين فتحت البرجل على 3 سنتي وهرسم دايرة. هحط السن بتاع البرجل كده في نص الخط بتاع التانية ده بالظبط، ودي كمان هتنيها كده وبعدين هقصها. ودي كده هتبقى الباترون بتاعي اللي هقص عليه الكرتون. هقص كرتونتين، واحدة فيها الفتحة دي وواحدة سادة ما فيهاش حاجة زي كده بالظبط. بعد كده هنحتاج كرتونة طويلة زي كده عرضها 5 سنتي، وهبدأ اكسر فيها كده. وبعدين هشيل الكرتونة اللي من فوق دي وهشتغل على الكرتونة اللي من تحت الاول. بعد ما ثبت جزء صغير كده هنجيب بقى القطعة التانية وهنحط عليها برضو شمع من هنا، وهبدأ اثبتها كده. وده شكلها كده بعد ما قفلتها كلها. جبت ورق كانسون وقصيت عرض 5 سنتي وسبت طول الفرخ زي ما هو، وبعدين هحط عليه كله غيرة وهلفه كده حوالين الجناب دي كلها. وبعدين اخدتها زي ما هي كده وحطيتها على ورق كانسون وعلمت حواليها علشان اخد مقاسها واقدر اغلفها من الوش ومن الظهر كمان. وبعد كده من عند الجزء اللي مفتوح فيه الدايرة هنبدأ نفرغ كده بالقطر. بعدين هحط على الاجزاء دي كلها شمع وادخلها لجوه كده والزقها. كده انا قفلت الجزء ده كله لجوه كده، وما تقلقوش من المنظر ده هندريه. هنجيب ورقة، بعدين فتحت البرجل على 2.8 وهرسم دايرة، وهفتح البرجل مرة كمان على 4 سنتي وهرسم دايرة. هحط البرجل في نفس المكان، فهيبقوا معانا دايرتين جوه بعض بالشكل ده كده. هقصهم. هنجيب بقى ده هنلزق دي هنا. شوفوا بقى كل حاجة بقت تمام ازاي. كرتونة مقاسها 7 في 35، هناخد 1 سنتي من هنا و1 سنتي من هنا. بالشكل ده كده. بعد كده هاخد علامة عند 6 سنتي، بعدين هاخد خط من الزاوية دي للزاوية دي ومن الزاوية دي للزاوية دي. شايفين بقى الشكل اللي طلع معانا ده؟ انا هقص كل الزيادة اللي من بره دي. هيطلع معانا شكلها كده. همشي على نفس الخط ده كده بالقطر على خفيف. الكاميرا فصلت بس انا ما عملتش خطوات كتير. انا قصيت الجزء ده بدوران وبعدين ثبته في القطعة دي بالشمع، وبعد كده
جبت قطعة كرتون مقاسها 5 في 21 وهلزقها كده في الجزء ده من الظهر علشان يبقى قوي. هنجيب كرتونة كمان سميكة كده ونحطها تحت الجزء ده، بس هنميله شوية كده وبعدين ناخد مقاسه علشان نقص الكرتون على قده. بعدين هنحط عليها شمع، نحط كمان من تحت ونميلها كده، وبعدين هغلفها. كده انا قفلته كله من كل الجهات وبقى شكله حلو. بعدين هقسم المساحة دي كلها ل2 سنتي و2 سنتي و2 سنتي. بعد كده هستخدم خلة السنان وهوزعها على الخطوط اللي انا اخدتها دي، وهستخدم اللزق ده وممكن نستخدم الغيرة او الشمع. هنحتاج ورقة مقاسها 4 في 8 وهتنيها بالنص كده، وبعدين رسمت عليها الشكل ده وهنقصه. لما افتحها هتبقى شكلها كده. قصيت كرتونة بنفس الشكل اللي احنا عملناه وبعدين غلفتها بالورق الاسود. هحط شمع بقى على الكرتونة كده من الظهر، ثبتها هنا كده. هستخدم مفك رفيع كده وهعمل 6 فتحات في الجزء ده. زي كده، وبعدين هعمل 3 فتحات هنا و3 فتحات هنا. كمان هنستخدم دول وهنبدأ نفصلهم عن بعض. بعدين هنحط نقطة شمع كده وهنثبتهم بقى في الفتحات اللي احنا عملناها دي. حسيت ان الشمع بيبهدل الدنيا شوية فاستخدم اللزق ده بس. وكمان عملت 3 فتحات هنا قصاد كل واحدة من دول، عملت فتحة والناحية التانية دي كمان. بعد كده هنحتاج لعصاية ايس كريم زي دي كده، قصيتها لجزئين كل واحد 5 سنتي وعملت فيهم 6 فتحات بالقطر، والقطعة دي هتساعدني جدا لما اجي اشد الخيوط انها تبقى ماشية مظبوط. هعمل فتحة هنا كده وهثبت واحدة فيهم، والفتحة التانية هتبقى هنا كده. بعدين هنستخدم اي خيط. انا استخدمت خيط منجد وهثبت الخيوط كلها في الاجزاء دي، وبعدين هشدها واثبتها في الاجزاء دي، وانا بشدها همشيها في الفتحات اللي انا عملتها في القطعة دي. كده انا ربطت ال6 خيوط في الناحية دي، وبعدين هبدأ اشدهم بقى عشان اثبتهم في الناحية دي كمان. الخيط التالت ده همشيه في المجرى بتاعته عادي، بس مش هربطه في اول واحدة من الناحية دي، انا هربطه في اول واحدة من الناحية التانية. والخيط الرابع برضو همشيه في المجرى بتاعته، لكن ده هربطه في اول واحدة من الناحية دي. وبيعمل شوية اصوات تحفة وشكله حقيقي جدا ولذيذ. وبصوا كل حاجة مظبوطة،
تقدروا تقدموه نشاط للمدرسة او كمان تعملوه للاطفال يلعبوا بيه، شكله تحفة واكيد هيعجبهم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.